واحد من اسوأ القرارات اللي انا خدتها قبل الفرح وهي ان انا عملت حمام مغربي بره. اولا الموضوع مكلف جدا في مكان متوسط بسعر متوسط، دفعت تقريبا 700-800 جنيه. اتنين، بيحصل من وراها حوادث. اعرف واحده وقعت صباع رجليها اتكسر. فليه كل ده؟ احنا نقدر ندفع نص السعر وتعملي عدد لا نهائي قبل الجوازه وبعد الجوازه وبعد الخلفه وبراحتك. العبد لله هيوفر لك المنتجات والخطوات الصحيحة 1000000% عشان تاخدي نتيجة احسن من بتاعة بره. يلا بينا على الدش. هلو، بسم الله. هنشغل المية السخنة لحد ما الحمام كله يتقلب بخار، وتفضلي قاعدة تقريبا ربع ساعة، وهنكون في ربع ساعة دي مجهزين طبق فيه ميه سخنه ومعلقتين خل وننقع فيها الليفه المغربيه. بعد ما ربع ساعه تخلص هنجهز طبق فيه حته صابون مغربي وعليهم معلقتين من التبريمه الصحراويه. التبريمه الصحراويه دي بتبقى عباره عن 21 عشبه مغربيه مع 3 انواع املاح. الميكس ده كله هينقي ويصفي الجسم، ينعم البشرة ويفتح كمان. ده غير انه هيزيل الجلد الميت، وده طبيعي عشان احنا بنعمل حمام مغربي، فاحنا غرضنا الاساسي نشيل الجلد الميت. المهم هنفرده بحركات دائرية ونسيبه تقريبا 10 دقايق. بعد كده هنشطف كويس جدا. الخطوة الثالثة هنحط شوية طمي مغربي في شوية مية ونسيبهم يدوبوا مع بعض شوية كده، وفي الشوية كده دول هندعك جسمنا من فوق لتحت بالليفة المغربية، ونحاول نتكة شوية علشان نطلع كل الجلد الميت اللي احنا موتناه، ونشطف بقى جسمنا من الجلد الميت اللي احنا طلعناه. بعد ما الطبي المغربي داب هنحط منه طبقة رقيقة على الجلد وندعك كويس في المفاصل وفي كل حاجة لانه حلو جدا في التفتيح، ونسيبه لحد ما ينشف. وبايديكي وهي ناشفة افضلي فروكي 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 عشان نعمل سكراب خفيف. بعد كده نشطفه كويس. الخطوة المفضلة الى قلبي وهي الدلكة السودانية. قوامها عجينة كده، وفي الاول حسيت ريحتها مش ولا بد، بس بعد ما حطيت جزء منها ودوبته مع ميه وحطيت شويه الزيت اللي فيها وحطيتها على جسمي، وهنا كانت المفاجاه. انا جسمي بيطلع ريحه تحفه، ريحه انا ما شمتهاش قبل كده، وحبيتها جدا 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 من كتر ما هي فعلا ريحتها بقت حلوه. المهم بفضل افرك واسيبها لحد ما تنشف. بعد كده ارجع افرك تاني واشطفه بقى، وبشويه شاور اخد دش عشان اشيل البقايا الدهنيه اللي على جلدي. بعد ما شلنا الجلد الميت وطلعنا الشعر اللي تحت الجلد، فده انسب وقت تعملي فيه الشيفنج او السويت. بعد ما خلصنا الخطوات بتاعتنا بالسلامة، اخر حاجة هنحطها وهي جولدن جيرل بادي باتر. العلبة ما شاء الله كبيرة جدا، تقريبا 350 ملي، ربنا يستر على الفرش. باخد كمية صغيرة جدا بتكفي الدراع كله. بصي البشرة امتصته بسرعة ازاي. ريحة بجد حلوة، عروسة يعني ترتري على قد ما تقدري. يا رب يكون الترتر ظاهر، بيدي لمعة برونزية كده شكلها خطير ومش اوفر خالص، شكلها حلو قوي. ومش عايزة اقولك انا ايدي مترطبة ازاي، ترطيبه حلوة قوي. وانا عارفة ان انا عاملة شيفنج وحاطاه بعد الشيفنج، اكيد بسبب الريحة دي هيعمل التهابات او حرقان خالص. يعني انا حطاه اهو بعد الشيفنج مش حاسه باي حرقان خالص، اثار التعوير باينه اهي. انا عارفه طبعا ان الخطوات كتير وبتلخبط، بس ما تقلقيش، لما تيجي تطلبي الباكج هيجيلك معاه ورقه زي دي فيها كل الخطوات بطريقه الاستخدام بكل حاجه. اساسا باين عليها انها مبلوله وحالتها نيله، لان انا واخداها معايا في الحمام كده، انا مش هحفظ كل ده في دماغي. بس يا ستي وفري واعملي لنفسك يا موكوسه. طبعا لينك الجروب هتلاقيه في اول كومنت. باي.